قريت مشكلة بصراحة استفزتني جدا. واحد بيقول إن والدته عندها 70 سنة، ست كبيرة يعني. والده توفى وهو عنده 5 سنين، واخوه الصغير كان عنده 3 سنين. ووالدته قضت عمرها كله بتربيهم وتكبرهم وتعلمهم لحد الولد دوت لما كبر. اشتغل بره وجاب أرض وبنى عليها دور. أخوه اتجوز في الدور الأول ومامته قعدت معاه، ولكنه كان بيعامل والدته بشكل سيء. بعديها بشوية كده بنى دور تاني، والولد دوت ذات نفسه أو الشاب اللي بيتكلم أو اللي بيحكي، الشخص اللي بيحكي هو كمان اتجوز وخلف ولد وبنت. والدته دايما مراته دايما بتعمل مشاكل مع والدته باستمرار، مشاكل كتير وكبيرة لدرجة ان هي مش عايزاها تقعد في الشقة معاها خالص. وبيقول ان هي والدتي ملهاش اي مكان تاني تقعد فيه. هو بيروح لشغله، بينزل شغله في احدى المحافظات وبيرجع بيته تقريبا يومين في الاسبوع، وشغله بقية الأسبوع بره. أول لما هو بيخرج مراته بتمشي، بتاخد العيال وبتمشي. تستغل بقى ان مامته مثلا في اي حتة او حاجة، ومامته ما بتعرفش تخش البيت تاني او بتضايقها لحد ما تمشيها يعني. وبعد كده هو بيرجع يلاقي مامته عند اي حد من قرايبهم، لان مراته بتعاملها وحش وبطريقه مش كويسه خالص. وهو بيقول انا ما بقتش عارف اعمل ايه، انا طلقت مراتي مرتين بس في نفس الوقت برجع ان انا اردها علشان عنده طفلين، واحد منهم الولد عنده توحد وعنده بنت صغيره. فبيقول انا محتاج امهم تكون موجوده عشان انا مش هعرف اراعي الولاد لوحدي، وغير والدته طبعا محتاج ان هي يبقى قاعد معاها برضه. فهو بيقول انا مش عارفه اعمل ايه، انا جالي الضغط وجالي السكر وتعبت جدا ومش عارف اتصرف ازاي. طيب انت دلوقتي اولا لازم تعرف ان انت مش انت الوحيد، او مسؤوليه والدتك دي. طبعا والدتك دي يعني حقها، احنا مش هنتكلم في حقها، دي حاجه معروفه للجميع حتى لمراتك نفسها. المفروض ان هي عارفه حق الام، ده حاجه ما فيهاش كلام يعني. ف مسؤوليه والدتك ومسؤوليه رعايتها والعنايه بيها في السن اللي هي فيه ده مش مسؤوليتك انت لوحدك، مسؤوليتك انت واخوك. حتى مهما كان اخوك ده ان هو متدلع غير مسؤول، ايا كان المسؤوليه مسؤوليه مشتركه. انت طول ما انت شايل الحمل لوحدك كله هيحط عليك. لازم تدخل أخوك معاك شريك في هذه المسؤولية وفي رعاية والدتك. دي حاجة. تاني حاجة، بالنسبة لزوجتك، انت مش عايز تهد البيت ومحتاج لزوجتك في حياتك وعشان ولادك وعشان بيتك. فطبعا ماشي، كل ده متقدر ومفهوم، لكن انت يعني لازم زوجتك تفهم، تكلمها بالراحة وبهدوء وتفهم ان احنا كلنا هنكبر. يعني احنا لو عشنا لحد سن والدتك هنبقى عايزين اللي يحترمنا واللي يقدرنا واللي يراعينا واللي يهتم بينا. فهي مش في مأمن ان هي تكون توصل للسن ده وتبقى محتاجة برضو اللي يراعيها واللي يحن عليها واللي ياخد باله منها. هي يعني مش فاهمة ازاي بتتصرف كده بصراحة. يعني الدنيا دوارة، واحنا اللي بنعمله النهاردة بيلف وبيرجع لنا تاني بكرة. سواء خير سواء شر، سواء حلو سواء وحش، بيلف. مفيش حاجة بتروح ومفيش حاجة بتتنسي. ويعني كل زي ما بيقولوا كله سلف ودين، حتى المشي على الرجلين. وكانوا يقولوا زمان لما يكون مثلا في حما وحشة يقولوا ايه،
مسيرك يا مرات الابن هتبقي حما، يعني انت مسيرك هتبقي في نفس الموقف بتاع حماتك مثلا اللي انت مش طايقاها ومش عايزاها، انت بكره هتبقي في نفس الموقف. يعني نقول اتقي ربنا، اتقي ربنا في نفسك قبل ما تتقي ربنا في اللي قدامك، اتقي ربنا في نفسك، لان ربنا شايف ومطلع على افعالنا وعلى اللي بنعمله مع بعض واللي بنعمله في نفسنا. ربنا شايف وهيحاسبنا، هنتحاسب. ف يعني محدش ضامن بكره في ايه، فنقدم لنفسنا، نقدم لنفسنا. الله اعلم بكره هنبقى بصحتنا، لا محدش عارف. فاعتبريها يا ستي، يعني هقول لك ايه، ست كبيره. يعني انا لو ست كبيره مش هقول لك زي والدتك، يعني لان انت اكيد لو والدتك مش هتعامليها بالطريقه دي. لكن احنا مأمورين ان احنا نحترم الكبير، مأمورين ده في ديننا ان احنا نحترم الكبير ونعطف على الصغير ونرحم بعض. فازاي يعني ست عندها 70 سنه انت بتذليها ليه؟ ربنا ما يذلكيش، ولا انت عايزه تتذلي ولا ايه؟ يعني انا مش فاهمه. طب انت ايه، ربنا انت معاكي طفل صغير له ظروف خاصه، انت اكيد هتتمني من الناس ان هم يعاملوا ابنك ده كويس، مش عايزاه يتعامل معامله مش كويسه. فليه يعني اعملي حساب كده، اعملي حساب انا بعمل الحاجه عشان تلف وترجع لي، انا بقول الكلمه الكويسه عشان هتلف وهترجع لي، وبعمل الحاجه الكويسه عشان هتلف وترجع لي. ده اللي اقدر اقوله لك، يعني ده اللي اقدر اقوله لزوجتك او لاي واحده بتتصرف بشكل مش كويس مع حماتها. متخيله ان حماتها دي مثلا شريكتها في ضرتها جوزها. يعني حماتك انت لو جوزك طلقك خلاص، يعني هتروحي تتجوزي واحد تاني وخلاص، لكن دي امه، هتفضل امه ليوم الدين، يعني ما يقدرش ان هو يتخلى عنها. وده على فكره كانوا زمان يقولوا اللي ملهوش خير في امه وفي اهله ملوش خير في حد. فانت اللي معاكي راجل كويس ان هو مهتم بوالدته وخايف عليها، وما طلبش حاجه وحشه، ان هو بيقول لك يعني راعيها طالما قاعده معاها. طيب ده اللي انا اقدر اقوله لك، اتقي ربنا في الست دي، ست كبيره، ويعني احنا محدش ضامن يعني بكره في ايه، فاتقي ربنا. بالنسبه للراجل ذات نفسه اللي بيشتكي دوت، يعني اولا انت خد بالك من صحتك، عشان انت ولادك صغيرين وعندك طفل حاله خاصه فمحتاج لك، ولادك محتاجين لك، وانت بتقول ان انت بسبب كل ده مبقتش قادر حتى تشتغل. لا، انت خلي بالك من صحتك، خلي بالك من ادويتك، خلي بالك من متابعاتك الطبيه ايه هي، علشان الدنيا تمشي. وبعدين ما تاخدش الحاجه على صدرك، يعني هي الدنيا مش هتتحل لو انت اتضايقت اكتر لا، هي بالراحه كده، نتكلم مره واثنين وثلاثه وبهدوء مش بالخناق. نحاول نقرب وجهات النظر، نحاول زي ما قلت لك ان انت تقسم المسؤوليات ما بينك وما بين اخوك، او في حل اخر، ويعني اخر حل يعني ان انت تحاول لو تبني لوالدتك ولو اوضه بحمام مثلا فوقيك بقى او جنبك او كده في نفس المكان، يعني بحيث ان هي يبقى ليها مكانها الخاص بتاعها. وطالما هي بتقدر تروح عند قرايبك وتقعد عندهم لما بتتضايق من اللي بيحصل، فممكن ان هي تقعد في شقتها معززة مكرمة او في الأوضة بتاعتها، وتنزل وقت لما انت تكون موجود او وقت ما تحتاج لك في اي حاجة، هيبقى احسن. وربنا يوفقك، وادعي ربنا ان هو يهدي الحال ويخلي لك والدتك ويقدرك على المسؤولية الكبيرة دي.